اقول لك ازاي انا جبت في الخمس سنين امتياز واتخرجت بتقدير عام امتياز. تعالى اقول لك كمان ايه الغلطات اللي انا وقعت فيها اللي انت ما ينفعش تقع فيها انت كمان. حضر قهوتك وتعالى احكي لك. في البدايه لازم تبقى عارف ان الجي بي اي او التقدير في الكليه هو مش حاجه تافهه المفروض ان انت تتهاون فيها، لا دي حاجه مهمه وبعد التخرج هتفيدك لو انت حابب انك تعمل ماستر بعد الكليه، لو انت عايز ترتقي بمستواك الاكاديمي هيفيدك جدا، لو انت عايز تسافر، لو انت عايز تاخد منحه، لو انت عايز تدي انطباع لمكان اللي انت رايح تشتغل فيه ان انت شخص مجتهد وشاطر. وفكك من الناس اللي بيقولوا لك ده اللي شاطر في التعليم مش شاطر في الشغل، دول ناس بصراحة بيواسوا نفسهم مش اكتر. لا، الشطار في الكلية بيبقوا شطار في الشغل عادي جدا، عندهم خبرة اسمها خبرة ثيوريتيكال، ان هم عارفين معلومة، فلما يجوا يطبقوا طبعا هيبقوا اشطر من اللي مش عارف حاجة اكيد. تعالى اقول لك بقى النصايح اللي بجد لو اخويا الصغير داخل الكلية هقولها له. اول حاجة، تقدير سنة اولى جامعة. تقدير سنة اولى جامعة انت مش متخيلين قد ايه هو مهم وقد ايه هو هيفرق في حياتك الجامعية، هيريحك. فحاول تجتهد، انا عارف ان اول ترم بيبقى صعب ولسه بتتعود على النظام وهكذا، بس على قد ما تقدر حاول تتعود بسرعة وتفهم انت ازاي بتذاكر وازاي، والجامعة والدكتور دماغه عاملة ازاي. وقت المحاضرة ده وقت مقدس، اقعد وركز مع الدكتور وشوف الدكتور بيشرح ازاي وشوف هو بيقول ايه، حتى لو الدكتور شرحه زبالة بس اسمعه، برضه اسمعه هتستفيد وهتلقط معاه هو بيفكر ازاي. تاني نصيحة انا مش عايزك تقع فيها وانا وقعت فيها، صحبتك. وانا في سنة اولى جامعة للاسف كان عندي صحبة سيئة، الصحبة دي ودتني في 60 داهية وخلتني اعمل عادات مش كويسة. فانت ما تعملش كده، يعني شوف الصاحب اللي لما يلاقيك بتذاكر حتى لو هو بيموت يقول لك لا كمل مذاكرتك، لا كمل مصلحتك، لا تعالى نصلي، لا ما اعرفش ايه، يكون بيزقك على عادات صح مش على عادات زفت. اوكي، مهمه جدا، اوعى تغلط غلطتي. انا كنت بذاكر في سنه اولى ليل ونهار، ليل ونهار حرفيا، بس بسبب الصحبه ما جبتش التقدير اللي انا كان نفسي فيه. كان نفسي في جي بي اي 4 وكنت جايب 3.77. هو جي بي اي وحش بس انا فعلا كنت بذاكر ليل ونهار، فلا انا بالنسبه لي الجي بي اي كده اتاثر. تالت فكره لازم تحطها في عقلك ان الموضوع ما بيعتمدش على ماده. التقدير ملوش علاقه انك جبت في ماده امتياز او جيد او لا، بص للموضوع ككل. يعني لو واحدة وقعت حاول تشد في التانية، لو التانية صعبة طب هنشد في الاتنين التانيين. المواد بتشيل بعضها دايما، يعني لو في مادة مثلا بساعتين ومادة بثلاث ساعات ومادة بساعة، تمام، هبقى فاهمكم موضوع الساعات ده لو انتوا مش فاهمينه. بس لو في اوقات وانت في الكلية تلاقي في مادة بساعة مجنناك، بساعة حقيرة جدا في الجي بي اي بس تلاقيها مجنناك، فعشان يعني تقدر ان انت توازن التقدير بتاعك والتقدير بتاعك ما يختلش، حاول تجتهد في المواد التانية اللي بثلاث ساعات وبساعتين، يقوموا يعني يشيلوا تأثير المادة اللي بساعة اللي هي اصلا قرفاك في حياتك بجد. او اسوأ مواد عندنا في الكلية كانت بساعة ودكاترتها كانوا صعبين جدا. نصيحة برضو انا يعني نفسي اقولها لك ونفسي تبدأها من بدري، انك ما تعتمدش على مصدر واحد. الجامعة مش مصدر، الجامعة مجرد بتفتح لك مدارك، لكن المذاكرة ومعرفتك للمعلومة وحفظك ليها هيعتمد عليك انت. الجامعة حاول على قد ما تقدر ارجوك انك تتعلم لوحدك، السيلف ستادي، يبقى السيلف ستادي لوحدك. الجامعة هتفتح لك مدارك، هتقول لك التوبيك، لكن انت اللي تغوص في التوبيك ده مع نفسك، من على اليوتيوب، من على منصات، من على اليوتيوب عليه كل حاجة دلوقتي، فاهمين؟ ففكرة اصلا انك بتدور على المعلومة بتخلي المعلومه ما تروحش منك ابدا، دايما هتلاقي المعلومه محفوره في دماغك. فلو انت عندك صعوبه في استذكار مثلا نقط صعبه في المنهج، روح ابحث عنها حتى لو انت فاهمها. يعني انت فاهم جزئيه معينه، انت عارف مثلا العضله الفلانيه بتدخل معرفش فين وبتطلع منين، روح دور عليها، دور عليها على جوجل، وبص عليها وحاول تشوف وتخش منصه وتخش التانية وتخش على اليوتيوب تبص عليها فيديو، مش هتنساها مهما كانت المعلومه صعبه. تركيز زياده، لو في جزئيه صعبه قوي عليك مش عارف تذاكرها او مش عارف تحفظها، اشرحها. اشرحها لاي حد ان شاء الله، لو يا عم انا متوحد اشرحها في المرايه، بجد دي من احسن الطرق اللي هتحفر المواد او هتحفر النقط الصعبه في عقلك وعمرك ما هتنساها. بس كده، ربنا يوفقكم وحاولوا تجتهدوا في اول سنه جامعه وتاني سنه جامعه، بجد هترتاحوا جدا بعدين. وفككم من اللي بيقول لكم ده الجامعه حاجه والشغل حاجه ومعرفش بعد كده، لا، دايما الكلام اللي انت بتاخده في الجامعه لا هتستخدمه، ولو مش هتستخدمه فهو القاعده او البيزك بتاعك اللي هتبني عليه، ومن غير بيزك حرفيا المبنى بتاعك هيبقى متخلخل جدا، مش هتعرف تسلك وهترجع تذاكر البيزكس تاني، فاهم؟ فليه
استفيد بالبيزكس اللي انت هتاخدها في الجامعه، وبالمعلومات القيمه جدا اللي هتاخدها في الجامعه. وبس، ربنا يوفقكم.